national anthem of تحياتي للزميل أيمن جادة. أصدقائي المشاهدين متتبع البين سبورتس، لقاء قمة، لقاء كبار، لقاء في استاد البيت هنا في أرض انطلاقة المباراة بصافرة الفنزويلي. الكرة الأولى والجول، ضاعت الفرصة الأولى لمنتخب الأسود الثلاثة. يا هاري يا كين، ماغواير حلوة من هاري، والدفاع يتصدى والتسديدة تجي برا اوت. انجلترا يسلل، يرجع يلعب كورة، والحارس يلعب الكورة منتخب امريكا في عرضية خطيرة بالراس. كورة أولى على مرمى الحارس بيكفورد، كانت من بطريق همسة، تمشي كورة عن طريق لمسة، وين الراس؟ كورة عن طريق بيكفورد سخن له، قال اجري. عرضية الآن تجي العرضية، وين الراس؟ خطيرة، كورة بالساق، ضيعها مكاني. جيبوا الصلاح، اوليزيتش يكسر العارضة، جيبوا له صلاح. يا بولي اوليزيتش. لوكشو يلعب الكرة مرة أخرى، التوزيع عليه هاري كين، يخرج الحارس تورنا، ويخرج الأرسنالي ويكسر هجمة خط. اوليزيتش من ضارب الراس، يضرب الكرة بالدفاع عن طريق اوليزيتش، يطلع بالراس، يرجع الكرة مرة أخرى ماغواير. صورة مع آخر كادر، مع هدف في البرواز، يضرب الراس. خطيرة لأمريكا. لوكشو، هي وضيعها الساكا الأرسنال. كورة خطير فيها، هذه خطيرة من مكاني، يحطها مكاني، كورة بعيدة من مكاني، لعب ليوفين. ترجع كورة ستيرلينج الهربة، والدفاع يغطي ممتاز ثاني عن أوراق، ولكن شوفي ورقة الأمريكان والتسديدة، والدفاع يتصدى يغطي منيح. رقم 4 دامس. هذه هي قيمة ماغواير، هذه هي إضافة هاري ينقذ إنجلترا من خسارة جديدة. خطيرة مش تسلل، ضغط أمريكي رهيب، الهدف قريب، واللعبة اوليزيتش ويني، خطيرة ما ماهيش باية. مرة أخرى خرجها شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناتكم، قناة الناقل الرياضي. بإذن الله في فيديو النهاردة هنتعرف مع بعض على موعد مباراة فرنسا والدنمارك، وذلك في بطولة كأس العالم، وكمان هنتعرف مع بعض على القنوات الناقلة للمباراة وإحصاءات المواجهات بين الفريقين. بس طبعا وكالعادة، وقبل ما نخش في التفاصيل، يا ريت كلنا نصلي على سيدنا محمد. ولو انت من عشاق كرة القدم فيا ريت تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ينتظر عشاق كأس العالم المباراة المرتقبة بين فرنسا والدنمارك، وذلك في إطار دوري المجموعات، حيث يقع المنتخبين في مجموعة د، والتي تضم أيضا أستراليا وتونس. ويحتضن استاد 974 هذه المواجهة، وذلك في يوم السبت الموافق 26/11 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 مساء بتوقيت مكة، 8 مساء بتوقيت أبو ظبي. وكانت نتيجة إحصاءات المواجهات بين المنتخبين في آخر 5 مباريات هي كالتالي: فازت فرنسا في مباراتين، وفازت الدنمارك في مباراتين، وتعادلوا في مباراة واحدة، وكانت أعلى نتيجة بينهم 2-1 لصالح الدنمارك. وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، واستنوا ملخص المباراة فور انتهائها على قناتنا بإذن الله، ومستني توقعاتكم لنتيجة المباراة في التعليقات بإذن الله. وفي النهاية ما تنساش لو عجبك الفيديو تضغط لايك وتشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.